السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وعلى طريق النجاح معانا مكملين. قبل ما نبتدي في الفيديو حابب اوجه رسالة شكر لكل واحد اشترك في القناة. حابب اقول له وجودك هنا مش مجرد رقم، وجودك معناه ان انت اخترت تكون جزء من مجتمع الشامبيونز، مجتمع بيؤمن بالتطوير بالتحدي واننا دايما نقدر نبقى احسن. انا مؤمن ان كل واحد فينا جواه حلم، بغض النظر كبير صغير، لكن لازم نشتغل عليه عشان الحلم ده يصبح حقيقة ونحس بمعنى الإنجاز الحقيقي. حلمي إني أبني مجتمع مكون من الأبطال، ناس بتتعب، ناس بتشقى، ناس عندها طموح، والأهم من ده كله ناس بتحب تقف جنب بعض، ناس بتحب الخير لبعض. ويمكن في يوم من الأيام حلمي يقابل حلمك، وساعتها هنحس إن احنا حققنا حاجة بجد. فيا بطل، شكرا إن انت اخترت تكون جزء من المجتمع ده. شكرا لكل واحد ساب إعجاب، شكرا لكل واحد ساب تعليق. ويلا بينا نبتدي الفيديو. في فيديو النهاردة هنتعلم ان التعب المستمر اللي بنحس بيه هو مش نتيجة ضعف فينا ولا حاجة، لكن هو نتيجة عادات خاطئة بنعملها واحنا مش حاسين. ازاي دورة النوم الحقيقية بتشتغل، وازاي تصحى في الوقت المناسب. دور الشمس والرياضة والاكل الصحي في استعادة نشاطنا وطاقتنا. استخدام الكافيين وشرب القهوة بطريقة ذكية من غير ما تأثر على نومنا. والأهم بعض الخطوات العملية اللي نقدر نبتدي بيها من النهاردة. في الأول كده حابب أقول أنت مش أقل ذكاء من ناس كتير نجحت، أنت مش أقل عزيمة من ناس كتير وصلت. الفرق ببساطة أن أنت دايما حاسس أن أنت تعبان، ومش تعبان من الحياة والظروف والضغوط الخارجية، لا أنت تعبان بجد، تعبان حرفيا. بتصحى من النوم حاسس أن في أتوبيس معدي عليك مرتين، مش قادر تصحى، مش قادر تسيب السرير. وده بيأثر طبعا على انك مش قادر تقوم تذاكر، مش قادر تقوم تعمل اي تاسك، مش قادر تقوم تروح الشغل، وعاوز دايما تقعد في السرير. النهاردة هنحاول نكسر الحلقة المفرغة دي بخطوات عملية بسيطة، ولكن محتاجة منك الالتزام. خلينا الأول نفهم يعني ايه دورة النوم. النوم مش هو عدد ساعات انت بتنامهم وخلاص، 6 ساعات او 8 ساعات، لا. في ناس بتنام 8 ساعات وتحس انها نامت 20 ساعة، وفي ناس بتنام 20 ساعة وبتحس انها لسه ما نامتش. النوم بتاعنا بيتكون من مراحل، سايكلز، وكل مرحلة بتتكون من 90 دقيقة، والمراحل دي بتتكرر كذا مرة في الليلة. وكل دورة بتتكون من 3 مراحل: مرحلة النوم الخفيف، مرحلة النوم العميق، ومرحلة الأحلام. مرحلة النوم الخفيف اللي هو أنت بتقدر تصحى بسهولة. مرحلة النوم العميق، وخلينا نقول دي المرحلة اللي بيتم فيها تصليح جسمك. مرحلة ال REM، وهي دي المرحلة اللي بتبتدي تحلم فيها، وبيبتدي مخك يشتغل على الذاكرة والإبداع. لو صحيت في نص المرحلة الغلط، وخاصة مرحلة النوم العميق، حتى لو نايم 10 ساعات هتحس فعلا ان اتوبيس معدي عليك مرتين، وان انت ما اخدتش كفايتك من النوم. وهنا مثال: لو واحد نام 6 ساعات كاملة ب4 دورات متكاملة، هيصحى انشط من واحد نام 8 ساعات ولكن صحي في نص الدورة الغلط. طيب امتى اعرف ان الدورات دي اكتملت وان انا فعلا اتشحنت؟ جرب كده في يوم اجازة تفصل المنبه وتحاول تصحى لوحدك، وراقب الوقت ده. انت بتصحى لوحدك امتى وحاسس انك شبعت نوم؟ وابتدي يوم ورا يوم حاول تفهم امتى انت فعلا بتخلص الدورات دي، وامتى بتحس ان انت صاحي ونشيط وكلك طاقة. مع الملاحظات دي هتبتدي تفهم جسمك، وهتبتدي تعرف امتى جسمك بيبقى فعلا فول تشارج او شحن كاملا. وده هياخدنا لنقطة مهمة جدا، ألا وهي طقوس ما قبل النوم. لو عاوز تصحى مرتاح لازم تهيئ جسمك للنوم. لازم يكون عندك روتين ان انت تقفل الموبايل، تقفل الكمبيوتر، تقفل السوشيال ميديا قبل ما تنام بساعة على الأقل. حاول خفف الإضاءة اللي موجودة عندك في الغرفة اللي انت هتنام فيها. ابعد عن الحاجات اللي بتشدك زي المسلسلات، زي السوشيال ميديا قبل ما تنام بساعة. حاول ادي عينيك ومخك فرصة ان هم يبتدوا يهيئوا نفسهم للنوم ويقولوا لك يلا بينا نرتاح. لو التزمت بالروتين ده انت كده بتظبط الساعة البيولوجية بتاعة النوم بتاعك، وهتبتدي فعلا تفهم جسمك صح، وتقدر تعرف امتى هو شحن وجاهز يديك الطاقة اللي انت عايزها منه. في حاجة كمان ممكن نحطها في الروتين بتاعنا، ألا وهي المشي. ويا ريت لو المشي في ضوء الشمس، وطبعا المشي يعتبر رياضة، وهنا هنتكلم عن الرياضة. اغلبنا فاكر ان الرياضة ان احنا لازم نتعب نفسنا في الرياضة، ولكن بالعكس، الرياضة ممكن تكون حاجة خفيفة بتمد جسمنا بالطاقة. يعني 20 دقيقة 3 مرات في الاسبوع كفيلة انها تقلل التعب من جسمنا، بل بالعكس بتزود الطاقة كمان. حتى لو هتنزل تتمشى حوالين البيت، بس اهم حاجة تتحرك. احنا دلوقتي عايشين في عصر معظمنا قاعد في المكتب شبه ما بيتحركش، بيروح مشاويره بالعربية. لا، حاول اخلق لنفسك روتين ان انت تتحرك فيه. والنقطة الاخيرة وتعتبر
يعتبر من أهم النقط النهاردة ألا وهي الكافيين. الكافيين ممكن يكون مفيد ولكن كتره ممكن يكون خطر برضه. كوباية القهوة اللي احنا بنشربها الصبح وبعد كده نكررها تاني بعد الظهر وبعد كده نكررها تاني على مدار اليوم أكتر من مرة، الكافيين بيفرز مادة اسمها أدينوسين. المادة دي بتوصل للمخ وشبه بتضحك عليه، بتقول له انت مش تعبان. بعد كده بعد ما مفعولها يروح التعب بيرجع أضعاف ما هو كان موجود عندك. يعني كوباية قهوة العصر دي بلاش منها لأنها هتأثر على نومك 100%. في دراسة بتقول إن آخر فنجان قهوة لازم يكون قبل ما تنام ب6 ساعات. يعني استخدم الكافيين كأداة ذكية مش وسيلة للبقاء على قيد الحياة. في حاجات طبيعية كتير ممكن برضو تستخدمها إنها تمدك بالطاقة زي المكسرات زي التمر، والأهم من ده كله تبعد عن مشروبات الطاقة. مش هقولك إن دي بتدمر صحتك، دي مميتة بالمعنى الحرفي. والخلاصة هنا يا بطل، انت مش تعبان ومجهد عشان انت فاشل، لا بالعكس، انت تعبان ومجهد عشان جسمك بقاله اسابيع ان ما كانش شهور ان ما كانش سنين مش واخد حقه في النوم. ابدأ ظبط نومك، ابدأ العب رياضة، ابدأ قلل من الكافيين، والأهم من ده كله العادات السيئة اللي هي ممكن فعلا تأثر على نشاطك. التعب مش طبيعتنا كبني آدمين، ولكن هو نتاج لعادات خاطئة بنرتكبها في حق نفسنا. وكالعادة يا أبطال، عشان يكون فيديو في اللذيذ سريع وملهم، هختم الفيديو ده وأقول لكم أشوفكم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. مع السلامة.